بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين اليوم الجمعه. بس قبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتتابع القناه، وربنا يوفق الجميع. بص يا ستي، انا عندي هنا بتنجانيه واحده اهي، وشويه فلفل وقوطه وبصل وفلفل، وعندي كمان بطاطس هنقشرها ونيجي مع بعض. قطعناها وقشرناها ماشي، وغسلنا كمان. نحط بقى الملح ماشي عشان نحمرها، يعني نحط برده ملح عليه ماشي، ونحمر بقى البطاطس ونيجي مع بعض نعمل الفول بقى. انا حطيت بصلايه صغيره قطعتها كده ماشي، حطيت ريحه سكر ماشي، وهنقلبها كده. نحط بقى الزيت، نحمر بقى البطاطس والبصل قصدي ونيجي مع بعض. نحط بقى القوطه، مقطعين القوطه وحاطين عليها قرن فلفل، نقلبها بقى ونيجي مع بعض. طلعنا البطاطس، هنحط بقى البتنجان ماشي، طبعا احسن ما تجيبي من بره، بس دهنه واحده بس هتعملي لك اكله برضه يعني ايه محترمه برضه. البطاطس اهي خلصت ماشي، قربت تستبك. هنحط بقى الفول. خلصنا الفطار، ادي البطاطس والفول خلص كمان، وادي البتنجان والفلفل ماشي. دلوقتي طبعا ايه قبل الغدا، طبعا عندنا بطيخه اهي هنقطعها ونشوفها مع بعض ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نعمل الاكل يكون ايه سقعت، هنحطها في ايه في التلاجة ماشي. بصوا ما شاء الله طلعت حمرا المنظر ده. نقطعها بقى كده نقطعها بقى ونيجي مع بعض. خلاص قطعتها اهي، نحطها بقى في التلاجة قبل ما نخلص الغدا ونيجي مع بعض. هنقلي طبعا الكفته اللي هنعملها. هنعمل كفته من البطاطس ماشي، وماشي بصلتين كده صغيرين وشويه سمنه ماشي. اللي انا عملتها سيحتها معاكم، بس ما شاء الله مرمله ازاي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين السمنه اللي انا عملتها معاكم ماشي. حطيت قرن فلفل احمر ماشي، وحطيت فص ثوم وكزبره ماشي، قشيتها بالقوطه اللي عصرها ماشي. هنسيبها بقى تتسبك شويه ونيجي مع بعض. بصوا يا جماعه، احنا كده خلصت التقليه، حطيت بطاطس وحطيت الكفته ماشي اهو المنظر ده كده شايفين. هنسيب بقى الحاجات دي كده تستوي مع بعض ماشي، ونيجي بقى رز بشعريه ماشي. حطينا سمنه وحطينا شويه زيت ماشي. هنخلص بقى، خلصنا الرز ماشي اللي هو بالشعريه للكفته، رز للسمك ماشي. بصوا كده يا جماعه، ادي كده خلصنا ما شاء الله الكفته البطاطس ماشي. الرز كده خلاص خلص اهو. رز بشعريه طبعا عاملينه للكفته عشان في ناس بتاكل الكفته يعني، وفي ناس بتاكل ايه السمك ماشي. مش عاملين كميات كبيره يعني، احنا عاملين برده كميات صغيره عشان الدنيا غلت. الرز اللي هو البصل اللي هو الرز الصياديه ماشي، لسه بالشرب اهو. وهنعمل السمك كمان الفول المدمس. طبعا كل اسبوع لازم ايه اعمل فول مدمس ماشي. هنخلص بقى ونيجي مع بعض. دلوقتي هنحط بقى الايه الفول الميه السخنه كده، وهنحطه على البوتاجاز بقى يستوي. طبعا انا مصوره معاكم الفول ماشي، هو تبلته ماشي، وهنحمره مع بعض اهو ماشي. طبعا عملنا الرز بتاعه اللي هو الصياديه، طبعا عملنا مع بعض كل حاجه ماشي، من اول الفطار وحاجات الغدا. يا جماعه انا قلت اصوره معاكم ماشي. طبعا قلت لكم اول مره بس بيغلي كده بس، وبعد كده ايه بنوطي عليه اهو. بتاع الصياديه خلص اهو ماشي، ما شاء الله كل حاجه خلصت مع بعض اهي. نقلب السمك بقى مع بعض كده ما شاء الله. هو الدقيق بتحطي له ايه توابل برده زي ما بتحطي في السمك بتحطي في الدقيق بتحمري فيه ماشي. بصوا الفول اهو خلاص قرب على السوا اهو، وطيت عليه خالص، وهزوده شويه ميه تاني ماشي.
طبعا انا قلت الفول عاملاه معاكم بس انا بوريكم يعني. ماشي كده غدانا خلص يا جماعه. بصوا ادي السمك اهو، بسم الله ما شاء الله، وادي الكفته ماشي، وادي الرز الصياديه، وادي كمان البطيخ، وادي الرز بشعريه ماشي، والسلطه اهي، وبألف هنا وشفا.